السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ بخير؟ الله يجعل ايامكم كلها سعاده وبركه. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نهضروا فيه على واحد الموضوع اللي كيهم الاف المغاربه: الطلاق والنفقه والعقوبات البديله. الطلاق في المغرب ولا ظاهره كتزاد كل عام. حسب الاحصائيات المحاكم المغربيه كيسجلوا الاف ديال حالات الطلاق سنويا، وبعض المرات حتى يوميا. كتكون الجلسات عامره، وهذا الطلاق ماشي غير النهايه ديال العلاقه الزوجيه، ولكن كيجر وراه مشاكل اخرى: الحضانه، النفقه، والصراع على الاولاد، واحيانا حتى العداوه بين العائلات. اكثر حاجه كتخلق المشاكل بعد الطلاق هي النفقه. واش عارفين علاش؟ حيت الزوج بزاف ديال الحالات كيتحكم عليه بالنفقه وما كيخلصهاش، واللي ما كيخلص كيتحكم عليه بالحبس. بزاف ديال الاباء كيمشيو للحبس غير بسبب النفقه، ولكن ابتداء من شهر 8 2025 جا واحد القانون جديد اللي سموه قانون العقوبات البديله. هذا القانون غادي يبدل بزاف ديال الامور، حيت بزاف من الناس اللي تحكموا عليهم بالحبس على النفقه ما غاديش يدوزوا الحبس، وانما غادي يستافدوا من واحد العقوبات بديله. شنو هي العقوبات البديله؟ القانون عطانا بزاف ديال الاختيارات. اول حاجه الغرامه الماليه اليوميه، عوض ما تدوز الحبس كيحسبوا شحال من نهار تحكمتي به، وكتخلص على كل نهار واحد الغرامه. مبلغ كيبدا من 100 درهم ويقدر يوصل حتى ل 2000 درهم. العقوبه البديله الثانيه هي السوار الالكتروني. كيحطوا لك واحد السوار في يدك ولا في رجلك، وكتجلس في دارك طول مده العقوبه، وكيراقبوا تحركاتك بلا ما تمشي للحبس. العقوبه البديله الثالثه الخدمه المصلحه العامه، مثلا تنظف الشوارع، تعاون في المستشفيات، ولا تشارك في انشطه اجتماعيه. العقوبه كتحسب ساعات، بحال 500 ساعه ولا 900 ساعه على حسب الحكم. العقوبه الرابعه تقييد الحريات، يعني ممكن يمنعوك تمشي شي بلايص، او يفرضوا عليك تمشي يوميا في واحد التوقيت عند البوليس ولا الجدرميه وتبقى تحت المراقبه. وفي الخامس كاين التدابير العلاجيه. اذا كان الشخص عنده مشكل بحال الادمان ولا الاضطرابات الخاصه يقدروا يفرضوا عليه يخضع العلاج عوض السجن. شنو هي النفقه بالضبط؟ النفقه هي واجب قانوني وشرعي، وكتكون حتى الا كانوا مازال مزوجين. الا كنتي مزوج خاصك تنفق على مرتك وولادك، واللي كيحق عليهم يدعيوك. الا كنتي مطلق كتكون عندك النفقه العده، وهي المده اللي كتبقى الزوجه محسوبه عليك. ونفقه المتعه هي اللي كتحدد حسب السنوات الزواج والاسباب ديال الطلاق والمدخول ديالك. وزيد عليها نفقه الاطفال اللي كتستمر حتى وصلوا 18 سنه، واذا بقاو كيقراو حتى 25 سنه. البنات النفقه كتبقى حتى كتزوج ولا كتخدم. اولاد ذوي الاحتياجات الخاصه النفقه كتستمر طول حياتهم. وحتى الوالدين الا ما عندهمش مدخول، الاولاد والبنات خاصهم ينفقوا عليهم. اذا النفقه ماشي حاجه بسيطه، بالمسؤوليه كبيره. المشكل النفقه والحبس. المشكل الكبير هو ان النفقه ما كتسقطش بالحبس، يعني الا حكمت عليك المحكمه بالنفقه وما خلصتيش، وحتى الا مشيتي للحبس من بعد كتخرج باقي خاصك تخلص. المحكمه عندها الحق تحجز من الاجره ديالك، من الكونت في البنك، وحتى تبيع شي عقار ولا بقعه باش تجيب النفقه للزوجه والاولاد. مثلا واحد اخر مطلق مراته ما خلصش 5000 درهم ديال النفقه وتحكم شهر ديال الحبس. القاضي عوض الحكم وخلاه يمشي كل نهار عند الجدرميه في واحد الوقت محدد. المحكمه هنا شرحت الحكم ديالها وقالت هاد السيد ما عندوش سوابق وما عندوش الخدمه، لذلك عطاو ليه عقوبه بديله. السؤال: واش اي واحد يستافد من العقوبات البديله؟ لا، ماشي اي واحد. القاضي هو اللي كيقرر على حسب الظروف ديال الشخص، واش اول مره ولا عنده سوابق، واش عنده نيه يخلص ولا كيتماطل. المحامي ديالو يقدر يطلب عقوبه بديله، حتى الوكيل الملك او المدير السجن يقدروا يطلبوا تطبيقها. ولكن الا كان الشخص عاود نفس الجريمه ما كيبقاش يستافد من العقوبه البديله. هنا كيبقى النقاش: واش هاد العقوبات البديله منصفه للزوجه والاطفال؟ واش ممكن الازواج يستغلوها باش يتهربوا من النفقه؟ واش فعلا غادي تحل مشكل الاكتظاظ في السجون ولا غير تبدل العقوبه؟ واش غادي تكون مطبقه بعدل في كل المحاكم ولا غادي تختلف من القاضي للقاضي؟ اخواني واخواتي، موضوع كبير ومعقد، واللي خاصنا نعرفوه كاملين هو ان النفقه واجب ما كيسقطش لا بالحبس ولا بالعقوبات البديله. قانون جديد عطى حلول باش ما يبقاش الحبس هو الخيار الوحيد، ولكن المسؤوليه بقات على الزوج. السؤال اللي كيبقى: واش نتوما كتشوفوا هذا القانون غادي يحقق العداله؟ واش غادي يحمي الاسره والزوجه والاطفال، ولا غير غادي يعطي الفرصه للبعض باش يتهربوا؟ كتبوا لي الاراء ديالكم في الكومونتيرات وخليونا نناقشوا. ما تنساوش واحد اللايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد ديالنا، وبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كيعنيهم الموضوع.